أهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقة شيزوفرينيا، واللي هنكمل فيها أنواع المرض وأعراضه بس لأنها طويلة وفيها معلومات كتير. وهنكمل الباقي حول المرض في الجزء الثالث والأخير من سلسلة حلقات شيزوفرينيا. وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. خلونا نفهم سوا إيه أنواع المرض وأعراضه طبقا لدكتور أحمد عكاشة في كتابه الطب النفسي المعاصر. اتفقت منظمة الصحة العالمية أخيرا عام 1992 على تقسيم المرض ل9 أنواع بعد ما كان في انقسام في تصنيفاتهم في السابق. طب خلونا نعرف سوا الأنواع نوع نوع وإيه أعراض كل نوع. أول حاجة الفصام البسيط، وبيتسم الفصام البسيط بظهور أعراض طفيفة نسبيا في مرحلة مبكرة بتزداد سوءا مع الوقت، وبتظهر فيه الأعراض السلبية على الأعراض الإيجابية، وهنفهم يعني إيه كمان شوية. وعلى النقيض الأنواع الأخرى من الفصام نادرا ما بيكون لدى مريض الفصام البسيط أي هلاوس أو أوهام. طيب هو يعني إيه أعراض سلبية وأعراض إيجابية أصلا؟ مرض الفصام بشكل عام بيتصنف أعراضه بشكل عام لنوعين أو لوجهين. نوع اسمه أعراض سلبية، واللي بتشير الأعراض السلبية دي إلى نقص أو غياب بعض سمات التفكير والسلوكيات الطبيعية، وطبقا لموقع الطبي هم انعدام الإرادة. بيعتبر انعدام الإرادة أو الدافعية من أعراض الفصام السلبية الشائعة، واللي بيفقد المصاب بالمرض الحافز على القيام بالأمور الخاصة بيه مهما كانت بسيطة، زي إجراء مكالمة هاتفية أو الرد على الهاتف، يعني فقدان الشغف أو إن أكون عايز أعمل حاجة من الأساس. كمان انعدام اللذة، فقدان الشعور بالفرح والاستمتاع بالأشياء اللي ممكن تجلب للشخص المتعة. كمان الانسحاب الاجتماعي، العزلة وعدم الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية أو قضاء وقت مع العيلة والأصدقاء. كمان تشتت الانتباه، واللي بيكون واضح في سلوكه زي إنه يكون مركز مع الآخرين أو في شيء معين بلا هدف ومن غير ما يتكلم معاه. كمان اللامبالاة، عدم الاهتمام بالمظهر، إهمال النظافة الشخصية بشكل واضح. كمان الركود العاطفي، فتور في رد الأفعال الشخصية وعدم الاستجابة والتفاعل وبإظهار التعبيرات على الوجه أو تغيير نبرة الصوت حتى، وده معناه قلة التفاعل بلغة الجسد، فيبدو كأنه شخص بلا مشاعر ولا عواطف. كمان صعوبة التحدث، وبيلاحظ على المريض الفصام إنه أحيانا بيتلعثم مع قلة التحدث عن ما كان عليه. كمان بيواجه المريض صعوبة في التحدث بطلاقة، زي ما قلنا تلعثم أثناء الكلام. ودي كانت الأعراض السلبية. طيب إيه هي الأعراض الإيجابية؟ بتشير كلمة إيجابية إلى وجود أعراض واضحة على المصاب، وفيها ما بيقدرش الشخص يفرق بين الواقع والخيال، الوهم والحقيقة. وبيطلق على هذه الأعراض أيضا الأعراض الذهانية أي العقلية. أشهر أعراض الفصام الذهنية هي الأوهام، وبتعرف بالضلالات أو الأوهام، وهي اعتقادات غريبة وغير منطقية وأفكار راسخة لدى الشخص المصاب بتتنافى مع الواقع، وعلى الرغم من عدم وجود تفسير منطقي ليها أو أدلة على صحتها، إلا أن مريض الفصام بيكون مؤمن بيها كأنها حقيقة تامة. زي إيه؟ تتضمن بعض الأعراض الفصام الحاد المتعلقة بالأوهام مجموعة من أوهام الاضطهاد، ودي بيعتقد الشخص إن الآخرين بيعملوا ليه مصيبة أو بيكيدوا ليه مكيدة أو بيعملوا مؤامرة ضده. كمان أوهام العداء أو المرجعية، هو اعتقاد الشخص بوجود رسائل بتوجه ليه من خلال الأشياء اللي بتحدث من حوله. على سبيل المثال، ممكن يعتقد مصاب الفصام إن اللوحات الإعلانية أو مذيع التلفزيون بيوجه ليه رسائل هو معينة. طبعا ده كلام غير صحيحي وغير منطقي. كمان أوهام العظمة، بيظن الشخص بأنه شخصية مشهورة أو تاريخية أو كبيرة أو حتى ليه قوة خارقة. كمان أوهام السيطرة، تتوهم بأن قوة خارجية بتسيطر عليه أو على أفكاره وأفعاله. تاني حاجة وهي الهلاوس، بيعاني مريض الفصام من الهلاوس، وهي الإحساس بأشياء غير موجودة في الحقيقة، ومنها هلاوس بصرية. بتظهر الهلاوس البصرية على شكل ضوء، أشخاص أو أشياء مش موجودة،
وعلى سبيل المثال بيرى مصاب الفصام شخص عزيز عليه لم يعد موجود على قيد الحياة أي توفى، أو أشخاص معينين في دماغه بيهيأ له إن هو شايفهم. كمان الهلاوس السمعية، والهلاوس السمعية من أعراض الشيزوفرينيا الشائعة، واللي بيسمع فيها الشخص أصوات غير حقيقية زي سماع أصوات غاضبة أو بتطالبه بفعل شيء معين، وغالبا ما بيكون صوت واحد أو مجموعة من الأصوات اللي بتهمس وبتتدمر وبتديله إشارات وبتطلب منه أوامر أو بتتكلم معاه وبتحاوره. كمان الهلاوس الشمية والتذوقية، بيشمل النوع ده من الهلاوس شم روائح أو الإحساس بشيء جيد أو سيء أو بطعم مختلف، وربما بيؤدي ده لرفض مصاب الفصام بتناول الطعام لاعتقاده بأنه حتى مسموم. كمان الهلاوس الحسية هي الشعور بوجود حشرات أو شيء بيزحف على جسمه أو حواليه. كمان الكلام غير المنظم. دي كانت الأعراض الإيجابية للمرض، ودلوقتي نرجع لعرض أنواع مرض الفصام وأعراضه وإحنا فاهمين معنى الأعراض السلبية والإيجابية. تاني نوع من أنواع المرض الفصام هو الفصام غير المترابط أو غير المنتظم. الفصام غير المنتظم هو من أنواع الفصام اللي عادة ما بتظهر أعراضه في عمر مبكر، أي بين سن المراهقة ومنتصف العشرينات من العمر. غالبا ما بتظهرش الأوهام والهلاوس على مريض الفصام غير المنتظم، ولكنه بيعاني من مجموعة من الأعراض زي التحدث بكلام غير منظم أو قول كلام غريب غير مفهوم، وصعوبة في التواصل مع الآخرين. كمان القيام بسلوكيات خالية من التنظيم زي صعوبة إتمام المهام المهمة اللي هو عنده أو أداء الأنشطة اليومية. كمان التصرف بطريقة غير ملائمة للمواقف الاجتماعية، التعبير عن الأفكار بشكل غير مفهوم، تبلد مشاعر، قلة استخدام تعبيرات الوجه أو التواصل البصري، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وإهمال المظهر، ضلالات متغيرة، وأحيانا هلاوس سمعية. ثالث نوع هو الفصام الكتاتوني أو الجامودي. والفصام الجامودي أو الكتاتوني نوع نادر من أنواع الفصام، وبيعتقد أنه بيحدث نتيجة عدم الخضوع لعلاج الفصام، وعادة ما بيبدأ من عمر 20 إلى 40 سنة. تتضمن أعراض الفصام التخشبي أو الجامودي مشاكل في الحركة من قلة الحركة أو انعدامها، وبقاء المصاب في وضعيات معينة لفترة طويلة في سكون تام دون حراك أي بوضع الجمود، تقليد حركات الآخرين أو تكرار كلامهم، القيام بحركات لا نمطية غير هادفة زي التأرجح، تلويح باليد، قزم الأظافر. النوع الرابع الفصام البارانويدي، ويعد الفصام البارانويدي من النوع الأكثر شيوعا في مرضى الفصام، وقد تظهر أعراضه في عمر متأخر بعد سن 30. وبتعني كلمة بارانويا جنون الشك والارتياب، وهو السمة المميزة للمصاب بالفصام البارانويدي، بحيث بيشعر المريض على نحو مستمر بارتياب وخيفة وحذر من الآخرين، وقد بيحمل شكوك غير مبررة تجاههم، وبيعتقد إنهم بيتأمروا عليه أو ضده وبيخططوا لإيذائه، بالإضافة إلى أنه بيعاني المصاب من هلاوس سمعية. وقد تشمل أعراض الفصام البارانويدي اللي جاي: الأوهام والضلالات، الهلاوس، التحدث بكلام غير مترابط أو منظم، صعوبة التركيز، ضعف التحكم في الانفعالات، القيام بسلوكيات غير منطقية أو الجمود، تبلد المشاعر. يعني بيجمع بين الأعراض الإيجابية والسلبية. النوع الخامس الفصام غير المميز أو المتميز، وبيشير الفصام غير المتميز إلى الأشخاص اللي بيعانوا من الفصام وبتظهر عليهم مجموعة من الأعراض، ولكن الأعراض دي مش بتنتمي لأي نوع محدد من أنواع الفصام السابقة، يعني زي الأوهام والهلاوس، جنون الارتياب، تصرفات غريبة، سلوك جمودي، كلام غير منظم، اضطرابات النوم، يعني مفيش ظهور لنوع معين. النوع السادس اكتئاب ما بعد الفصام، هو اضطراب مزاجي بيأثر على ما يصل إلى 70% من المصابين بالفصام في جميع أنحاء العالم. الحالة دي بتكون أكتر انتشارا لدى الأشخاص اللي بيعانوا من شكل حاد من الفصام، وممكن أن يكون لها تأثير كبير على الحياة اليومية، زي انخفاض الحالة المزاجية ونقص الطاقة والقلق ونوبات ذعر وضعف التركيز. وفي حالة أن المريض مش ظاهر عليه أعراض فصامية أو ذهانية واضحة، بيتم التشخيص كونه نوبة اكتئابية. النوع السابع هو الفصام المتبقي،
وبيشير الفصام المتبقي إلى الأشخاص اللي تم تشخيصهم بالفصام ولكن لم تعد تظهر عليهم أعراض واضحة للمرض. عادة ما تنطوي علامات هذا النوع من الفصام على أعراض سلبية طويلة المدى زي تبلد المشاعر، قلة النشاط، بطء الكلام، افتقار التواصل اللفظي وتعبير الوجه، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية. النوع الثامن الفصام الوجداني. بيحدث نوعين أساسيين من الأعراض في الفصام الوجداني، تشمل الأعراض الذهانية والأعراض المزاجية، ويجب أن تكون كلا المجموعتين من الأعراض موجودة عند الشخص في غضون أسبوعين على الأقل لتشخيص الفصام الوجداني. والأعراض بتشمل هلوسات وأوهام واضطرابات في التفكير والسلوك، نوبات من الاكتئاب والهوس. النوع التاسع والأخير هو الفصام المحدد أو غير المحدد، وده نوع مش بتتوفر فيه الأعراض الفصامية اللي سبق وذكرناها، أو ما نقدرش نحصد تحديدا على تاريخ المرض. وبيستخدم التصنيف ده لما بتكون الأعراض غير متوافقة تماما مع معايير أي اضطراب محدد، وده النوع المحدد، أو لما تكون المعلومات غير كافية لتحديد التشخيص بشكل دقيق، وده النوع غير المحدد. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من الجزء الثاني من حلقات الخاصة بمرض الفصام. استنوني في الحلقة الجاية والجزء الأخير والمهم جدا عن المرض. مستنية كل تعليقاتكم واستفساراتكم. كنت معاكم أنا آية السيد من برنامجكم رحلة سلام. مع السلامة.